اهلا بيكم في حلقه جديده من بروبكاست سيزون 2. ضيفتنا النهارده هي حد بفتخر ان انا كنت بدرس معاه في فتره من الفترات. ما شاء الله اشتغلت تقريبا كل الاسواق اللي ممكن حد يشتغلها في القطاع العقاري في مصر، سواء كان سكني او فندقي او تجاري او اداري او طبي، في العاصمه والقاهره الجديده وشرق القاهره وغرب القاهره وكمان اليونان. خبره 15 سنه في التسويق والمبيعات. ضيفتنا النهارده كوميرشال دايركتور ايه كمال. اهلا نور بيك. الدنيا. اهلا بيك. بص، انت قلت ان انا درست وبتاع، اه. بس انا في الاخر اصغر منك ما شاء الله. اكيد. يعني ما تكبرش الموضوع. بس يعني ما كبيره والله باللي اتعلمناه منك يعني. ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا رب، مبسوط جدا ان انت معانا النهارده. شكرا. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. تحبي نبتدي بقى بالماركتنج ولا من السيلز؟ والله بص، هي حاجة عجيبة بس يعني هو ده الواقع. انا بقالي هو دلوقتي بتاع 15 او 16 سنة بشتغل. كل التدريس اللي انا درسته ماركتنج. ايوه. عمري ما درست سيلز. امم. وكل شغلي من داي 1، انا بشتغل من وانا في الجامعة. ما شاء الله. يعني من وانا في الجامعه، وانا في تانية جامعه بدات اشتغل شغاله سيلز. امم. عمري ما اشتغلت ماركتنج. والعكس بقى في التدريس، طول الوقت شغاله يعني بدرس ماركتنج. امم. فهي كان بتكلم الميديا اللي انت عايزه باينج بقى. ميديا باينج كان فيها ايوه بقى، بتكلم اللي انت كان فيها عايزه. عظمه بتحصل يعني. يعني تدريسي كله ماركتنج. انا اصلا صيدله، كنت بدرس في الجامعه بايو كيمستري والكتيف كورس ماركتنج. اوكي. وفي الدي ام ارتس اكاديمي واكتر من اكاديمي في مصر وبولان كوتش، وكنت بدرس ديجيتال ماركتنج وماركتنج. حلو. شغلي كله من دي 1 سيلز. عمري ما مم. اشتغلت حاجه ماركتنج. سبحان الله. فعندي الاثنين يعني. بس ده انت عايز حلو. يروح. ده احنا من هنا كده احنا ممكن نلاقي عندك الحل بتاع خناقه السيلز والماركتنج. على فكره انا عندي مشكله اصلا في الخناقه دي. ايوه قولي لنا بقى نعمل ايه في الخناقه دي، عاوزين حل. بص، في ناس تقول لي هل الماركتنج فادك بحاجه وانت شغاله؟ هل السيلز فادك وانت بتدرسي في الماركتنج بحاجه؟ الخناقه اللي ما بين الماركتنج وسيلز، انا بشوف انه اصلا الماركتنج والسيلز حاجه واحده. امم. يعني انا بشوف ان ممكن يكون سبب كبير من نجاحي في المبيعات وان انا احقق ارقام هو ان انا دايما على علم بالماركتنج اسبيكتس، وان انا دايما بقرا ماركتنج، وان انا دايما بتكلم عن الماركتنج. حتى في التدريس ده بيخليك طول الوقت لازم تقرا صح. ولازم تابديت. صح جدا. فده بيخليني دايما ذهني عندي افكار بيع، عارفه بيع ازاي، لان هو الماركتنج هو سيلز والسيلز هو الماركتنج. صح. يعني انت لو جيت بص لها كده، يعني هديك مثال. احنا عندنا في الماركتنج حاجه اسمها الكوست بنتريشن. مشروع جديد او مطور جديد في الماركت عايز ينزل يعمل بوم، عايز ينزل الناس كلها تعرفه في وقت قصير. دي اسمها كوست بنتريشن تكنيك. صح. طيب، ما احنا دي بنعملها. يعني يجي يقول لك ده انت اول مشروع ليك، انزل بسعر بقى يخطف الناس، وبعدين ابقى علي الاسعار اللي هو الفيزنج اللي احنا بنعمله. طب ما ده تايب اوف ماركتنج. صح. فكل حاجه احنا بنعملها هي ماركتنج في الاساس. صح. اي حاجه احنا بنبيع بيها في السيلز هي ماركتنج. فالمفروض ما يبقاش في خناقه، صح. لان هم حاجه واحده. هم فعلا واجهين له صح. ما هو ده حقيقي. هو والله. هو فعليا هو السيل، يعني هو نهايه البروسيس بتاعه الماركتنج هي البيرسونال سيلينج او السيلز بالظبط. بس. والمفروض ان هم اداره واحده. يعني زمان قوي، يعني قبل ما انا اكون موجود حتى في لسه بدرس مثلا، كان زمان بيبقى في شركات كتير، هو بتلاقي حد دايركتور واحد هو ماركتنج اند سيلز دايركتور. بعدين جم فصلوهم بقى. هو من ساعه ما فصلوهم بقت خناقه. بينتجريت صح. الاثنين مع بعض. صح ده حقيقي. ده اصلا وظيفته. يعني صح. هما الفرق بين السيلز دايركتور والكوميرشال دايركتور ان هو انتجريت ويطلع ناتج من الاثنين. صح. الماركتنج والسيلز. طيب بذكر الكوميرشال دايركتورز بقى، طب احنا دلوقتي عندنا، يعني عارف ان هو سؤال شائك شويه. ايوه. بس في اغلب الكوميرشال دايركتورز اللي بقوا موجودين في القطاع العقاري جايين من باك جراوند سيلز، وبسبب ان هو بقاله كذا سنه سيلز دايركتور ففجاه بقى كوميرشال دايركتور. صحيح. وبيبقى في ساعات عنده ايشو ان هو ماركتنج تيم ده بالنسبه له المجتمع، الناس الرايقين دول قاعدين متدلعين اللي هناك دول. بالظبط. يعني في بعض منهم بيشوف انهم قاعدين بيلعبوا يعني قاعدين مشغلين اغاني. ودايما بيبقى منحاز هو تحسيه سيلز دايركتور بس بتايتل تاني. ايه رايك في الطيب دي؟ ولو حد كده انت تنصحيه بايه؟ بص، خلينا بس واقعيين. ايوه. احنا في السيلز بطبعنا بنبقى يعني يعني احنا غصب عننا بنتحيز للسيلز لسبب واحد، هو الرقم. يعني هو في الاخر الرقم. فبنشوف السيلز محتاج ايه ونبدا نشوف الماركتنج نوجهه ازاي. صح. فالتحيز ده واقع لازم نعيشه. بس طبعا فكره ان احنا نشوف ان الماركتنج دول اللي هم المدلعين وبتاع، لا. لانه
خليني اطلع بره الريل استيت اقول لك على معلومه مهمه قوي، بس هتلاقيها مش موجوده قوي عندنا في الماركت بتاع الريل استيت، وهي لازم تبقى موجوده في ماركت الريل استيت. بره ماركت الريل استيت البرودكت ايا كان ايه هو البرودكت، قبل ما بيطرح للسوق، قبل ما بيطرح للسيلز، صح بيبقى في الماركتنج ديبارتمنت، صح جدا. قبل اصلا ما السيلز يعرف ان في منتج جاي. صح ليه؟ لان بتدرس المنتج، بالظبط. بتدرس مين البني ادم او مين البيرسونا اللي هتشتري منك المنتج دوت، صح مين الشخص اللي هيشتري منك، صحيح. شكله ايه، يعني راجل كبير في السن ولا شاب صغير عايز نايت لايف وكلاب هاوس وحاجات كده، ولا حد بيدور على الفاميلي والكيدز اريا. فبتبدا الاول تدرس المشروع ده لمين، طب اخاطبه ازاي، لان انت مش هتخاطب الشاب زي ما هتخاطب العائله زي ما هتخاطب الراجل الكبير في السن. 100%. فبندرس المشروع الاول ماركتنج وايز، وايه المسج وايه الاوت دور وهنقول ايه وهنبيع ازاي، وبعدين بعد ما نجهز كل حاجه بيتعرض على السيلز. لا احنا هنا الموضوع العكس في الريل استيت. احنا جبنا الارض. يعني في الريل استيت هتلاقي جبنا اغلب الأرض. الشركات المشروع بيروح للسيلز، هم اللي يعملوا السيرفي وهم أيوه. اللي يحطوا الاسعار هم، وبعدين يتقال للماركتنج عايزين نعمل 1 2 3. ايوه ده مش صح 100%. صحيح. وعشان كده بقول ان الكوميرشال دايركتور لا لازم يمشي بالسيكونس الطبيعي. الماركتنج دراع مهم جدا في الريل ستيت. بالعكس ممكن يكون اصلا لخبطت بعض المشاريع وبعض المسج اللي بنشوفها ان احنا مش قادرين نفهم دور الماركتنج المظبوط. صح لكن لا طبعا المشروع لازم يروح الماركتنج الاول ويدرس صح الاول وبعدين يروح للسيلز. فان انا اشوف ان الماركتنج متدلعين او مش شاروش، ده مش مظبوط. وبقول لاي حد بيمشي بالمنهج ده لا حاول تغير عشان تبقى مميز. لان انت لو افهم القسم ده فيه ايه، تفاصيله ايه، هو الناس دي لو بتفكر ازاي هو لو وعاوزه فضل تعمل ايه. هو لو فضل سيلز دايركتور بتايتل الكوميرشال دايركتور، يعني بيبص على المبيعات فقط والارقام، مهم وكلنا شغالين عشان التارجت وده اساسي، ولو ما حققتش تارجت انت فشلت. صح انا معاك، بس احنا لازم نبص على الماركتنج لانه هو ده اللي هيخليك شكلك مختلف. صح هيخلي منتجك مختلف، طريقه بيعك مختلفه، وهيسبورت البيع كمان. يعني هو دلوقتي الماركتنج لما يجي يدرس مين البرسونا او السيجمنتيشن اللي احنا يعني هنروح نخاطبها، او السيجمنتيشن اللي احنا هنروح نخاطبها، فهو في الاول وفي الاخر ممكن يضيف يو اس بي جوه المشروع. صحيح. تبقى هي اللي بتشد السيجمنتيشن دي، تحرك البيع معاك تحرك مرعب. صحيح. بس ودي اللي المفروض اصلا بيبني عليها بعد كده المشروع ده هيتحرك ازاي. يعني هو ايه اللي يفرق عن اللي جنبه. يعني لا احنا هو دلوقتي عندنا لازم مشروعين جنب يفهم بعض نقطه يعني. ان اي حاجه السيلز بيعملها اساسها ماركت. صح حتى مثلا الديلي روتين بتاعنا في السيلز، ايه الديلي روتين؟ ان انا انزل اورينتيشن لشركه البروكر. مش ده عادي؟ ايوه. طيب انا بنزل اورينتيشن اشرح المشروع بتاعي، ده اصلا اسمه الفايرال ماركتنج اللي هو من اهم انواع الماركتنج. صح اللي هو الورد اوف ماوث، ان انا انزل اتكلم مع انا بني ادم، بنزل اقول مشروعي ل 50 بني ادم، في 50 بني ادم يتكلموا مع 50 بني ادم، فاروح ل 100 بني ادم. صح ده اسمه فايرال ماركتنج. فمفيش حاجه احنا بنعملها هي مش اساسها ماركتنج. صحيح. فانا لو ما فهمتش ده واشتغلت من الاساس دوت مش هبقى مميزه، هبقى زي ناس كتير قوي بتبيع. انت عارف في كام واحد في القطاع العقاري سيلز دايركتور كوميرشال دايركتور؟ كتير قوي. صح. بس هتلاقي المميزين هم اللي هتلاقيهم بتوع ماركتنج شاطرين. صح جدا. هو بيعرف يعمل سواء كان هو باك جراوند بيعرف سيلز يعمل وراح درس بروباجندا ماركتنج وماركتنج، او مميز. صح جدا. بس صح جدا 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 يعني. طيب بما ان يعني ما شاء الله في الكام سنه اللي فاتوا كان ليكي يعني صولات وجولات في حته ان انت تاخدي شركه تكون ستارت اب وداخله كوميرشال على طول مثلا او ما شابه، داخله ببروجكت كبير، او ان هي تكون شركه بتعمل ترانسفورميشن. ايه اكتر حاجه شايفاها او يعني ايه السيكونس اللي المفروض الشركه دي تمشيه عشان يحصل الترانسفورميشن ده صح، او اللونش ده يمشي صح، لو احنا هنرتبها كده في ستيبس؟ والله بص انا هقول لك، انا يعني مش هقول لك ان انا اللي بروح اختار الستارت اب او المطور اللي لسه بيبدأ الطريق، بس يعني هو انا بحس ان التشالنج هنا، لان انا ما ببصش على الموضوع مبيعات بس، لانه في مشاريع كتير وفي بيع كتير. صح. لا انا بشوف ان التشالنج او اللي هيسمع اسمي بسرعه فيه هو المطور الجديد او المطور اللي اول القصه بتاعتي انا. ايوه. دي بشوف نجاح فيها، لانه لو انا نزلت الطريقه مظبوطه وعملت ميكس ما بين الماركتنج والسيلز مظبوط وعملت بروباجندا كويسه وعملت مشروع شكله حلو ومدروس صح قبل ما يتعرض اصلا على العميل وعلى السيلز، لا هسمع يعني مع خلاص الناس بسرعه. هتخلص. صح. لا والمطور اسمه
هيبقى موجود في السوق بسرعه، ففي الاخر هيتنسب لي. صح صح بيجي جدا. بقى بعديه الاسامي بقى الكبيره، الكوميرشال دايركتور، الاسامي الكبيره القديمه في السوق، ساعتها تاخد المطور ده. لكن لما يتقلع على المطور قبل ما ينزل بالمشروع الاول او القصه ما الاولانيه، يقول لك لا 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 لا. لا ستارت اب لا. امم فانا حبيت الموضوع ايوه. ده. انا يعني ركزت فيه وحبيته وشغال على كده. بس مش دي القصه الوحيده اللي احنا بنشتغل عليها. يعني مش كل الشركات اللي احنا اشتغلنا معاها ستارت اب. صحيح. في شركات بتبقى كل شغلها دايركت، امم وخلاص الدايركت ما بقاش مساعد انه يحقق تارجت، فبقى عايز يدخل الاندايركت. امم فبيجي يقول لي والله انا شاطر جدا وعندي تيم شطار في الدايركت، بس عايز اضيف جزء اسمه الاندايركت تيم. بخش انا اعمل النقطه دي. في مثلا شركات بره مصر وعايزه تفتح فرع في مصر، او بره القاهره، في المنصوره، في دمياط، في الصعيد، وده عملناه اكتر من مره. بنبدا احنا نفتح اول فرع ليهم في القاهره. يعني مثلا سلام في المنصوره والدلتا دلوقتي اول فعلا. فرع ليهم في اوكي. القاهره. كان احنا اللي مفتتحين، احنا اللي خدنا اول مشروع ليهم اللي هو اس بي دي بزنس كومبلكس. نفس القصه كان في برضو مطور معانا في الصعيد من اسيوط، اول قصه هتبقى على ايدينا احنا برضو هنا في باذن الله القاهره. بس باذن هو الله. مطور كبير اصلا بس أيوه. في المنطقه بتاعته. ايوه. ففي قصص كتير. صح. في شركات مثلا بيبقى تعب من السيلز، مش عايز يعمل سيلز. يعني انا دخلت شركات عنده مشروع 2 و3 بس هو خلاص هو عايز حد يجي يشيل، سيبوني انا اركز في ان انا اجيب اراضي كويسه، ارسم كويس، ابني كويس، ما توجعوش قلبي مع السيلز والماركتنج وده قال وده عاد لا. فكوني من الموضوع ده. خرجوني انا بره الدايره دي، خليني أيوه. انا في شغلي وانتوا في شغلكم. فبيبقى في قصص وفي كونسلتيشن بقى. أيوه. في ناس طبيعي. مثلا بتيجي بتقول انا عندي تيم وعندي دنيتي والدنيا دايره، بس تعالوا قولوا لنا السيلز يبيع ازاي، ايه المسج، ايه البيمنت بلان، ده برضو بنشتغل. طيب خليني اخد من كلامك ونروح لحته مهمه دلوقتي في ذكرك الحته بتاعت الدايركت والاندايركت. طيب في شركات يعني هو او ممكن هتلاقي ناس كتير كمان من اللي بتشوفنا يقول لك طب ما هو اندايركت، ما هو التيم اللي موجود بندخل نقول لهم يا جماعه سجلوا بروكر وكلموا بروكرز واعملوا، انتوا ما بتعملوش اورينتيشن ليه؟ نزلوا بوستات في الجروبات. لا خلاص انا هو شغال كده اندايركت. طيب ليه احتاج حد من بره يجي يعمل ده؟ فيعني احنا عاوزين نقول هنا يعني ان الموضوع مش ده بس، احنا ايه بقى يعني بيحصل ايه في الاندايركت؟ يعني ببساطه هو الموضوع لو سهل كده كان كله باع. لا يعني لا. وكمان خد بالك، انت عارف في كام مشروع في البلد ده، كام مشروع في طبعا صعب العاصمه، نقولها دي صح. عارف في كام مشروع في التجمع. صعب يتقال. فهو البروكر يشتغل على ايه ولا ايه؟ فهو لو موضوع ان انا انزل على سوسايتي وكريت الجروب واروح انزل على الجروبات واكلمهم في التليفون كولد كولز وكريت جروب وانزل اورينتيشن، الموضوع مش بيمشي كده. لانه هو البروكر قدامه ايه كتير اكتر بكتير مطورين يشتغل معاهم. صح. فلا في بقى حاجات بتتعمل، يعني خلينا نشيرها مع الناس كده، نقول زي ايه مثلا ممكن يكون بيحصل. في منها جزء ريليشن وعلاقه قديمه اتبنت على سنين ثقه بيني وبين شركه التسويق او شركه البروكر اللي انا بتكلم معاها. اشتغلنا مع بعض مشروع 2 و3 و4، فهو بقى واثق من الشخص اللي بيتعامل معاه وعارف ان هو ما ياخد حقه في ميعاده في مواعيده. عارف ان الشخص ده لو بعت له عميل ده هيتقفل مش هيتاخد منه. يعني بقى واثق في الشخص اللي قدامه. دي جزء. صح. في جزء تاني انه بيبقى عارف انه طالما وجد الشخص ده في الشركه دي، ده معناه ان البرودكت اللي هينزل مدروس صح. هينزل بتسعير منطقي، هينزل ببيمنت منطقيه، هينزل بمسج قويه، هيبقى البرودكت ده محطوط فيه كومبوننتس تليق على المنطقه وعلى العميل اللي احنا بنخاطبه. فبالتالي هبقى قاعد على الترابيزه مرتاح. أيوه. بيجيب العميل قاعد بيبيع بيع سهله. صح. ليه؟ لان انا في الاخر بروح للمايند سيت العميل بيدور على ايه وبحققه له بالظبط. فبالتالي البيعه بسيطه. فساعتها البروكر اهو سعر كويس، بيمنت كويسه، مشروع كويس، معطيات كويسه، لوكيشن كويس، ما اشتغلش ليه؟ صح. في بقى مشروع يبقى لوكيشن كويس بس سعر عالي، اللي مش عارفه ايه بس البيمنت مضغوطه. لكن لما بتوفر كل حاجه بشكل منطقي، مش هقول لك بقى ايه قول 1% على 15 سنه وسعر يحرقه، مش بقول كده. او اديهم 15% كوميشن. بالظبط. لا بقول انت كشركه هتاخد ايه منطقي. يعني مشروع وانت بتسمعني عارف انه هيتنفذ. انت وانت بتسمعني عارف ان المشروع ده العميل وهو قاعد هيقتنع بالكلام ده، مش هيقلق، مش هيخاف، مش هيقول لا ده مش هيبنه، مش هي كده يعني. فجزء منها علاقه بتتبني ثقه، بتتبني على سنين شغل. جزء منها ان بيبقى عارف ان البرودكت ده هينزل بشكل مميز. ايوه. وجزء منها
طريقه شغل نفسها. امم. يعني انت بتظهر امتى، طريقه الانتنستي والكفرج بتاعتك للشركه، يعني بتظهر للشركه كم مره. ففي عندنا حاجتين في الظهور للشركه، في حاجه اسمها كفرج ان انا اغطيها او ان انا اظهر لها اعمل لها اورينتيشن، والانتنستي بتاعتي يعني ايه، يعني تكرارها. ايوه. يعني ممكن اروح لشركه فيها 200 بياع اعمل اورينتيشن وامشي، طب هم يفضلوا فاكرين المشروع لا بتاعي؟ خلاص انت مشيت، اصلا ال 200 سمعوني انتهت الرحله. لا خلاص. كده. لكن انا مثلا ايه، عشان الشركه دي فيها 200 بياع فانا حاطط فيها 2 سيلز بشكل دوري، في سيلز بيعدي يعمل ورك شوب كل اسبوع. طب ما ده ماشي، صح اللي ما سمعش المره دي يسمع المره الجايه. صح. حتى لو هم مش شغالين عليا، الليدز اللي معاهم انا هشتغل عليها معاهم واساعدهم، وتقفل منها دي خلاص الشركه بقت بتاعتك. صح. ليه؟ لانه كان ليد اصلا رايح في حته تانية، انت أيوه. اللي جبته وقفلته عندك وهو شاف ده بعينه، فشاف البيعه ان هي ممكن تتعمل، فخلاص بقى بتاعك. فاذا الموضوع مش يا اولاد ها بعت لا له مش بروكر. كاريت مش كاريت جروبات، كاريت لا 30 يعني جروب يا حتى ريس. حتى انا في الشركه دايما اقول لهم في حاجه اسمها الكفرج والانتنسيتي لشركات البروكر. يعني انت على تليفونك في 100 شركه، طب انت دلوقتي لو هتغطي 40 في الشهر 30 في الشهر، يعني الشركه هتشوفك مره كل 3 شهور. ايوه صح فلا ما ينفعش يبقى معاك 100 شركه. صح. هتشوفك مره، يعني ايه يعني هيفتكرك مره؟ ليه؟ ده لو منزله له محمد صلاح مش لا طبعا. معاك حق. ومن هنا نقول ان احنا الاندايركت نفسه ليه بروسيس المفروض تتجهز. لا بروسس كبيره طبعا. الموضوع مش ابعتوا اولاد ولا لا. ابعتوا ولا اكتبوا على الجروبات يعني. طيب رأيك ايه في اللي حصل في السنتين او السنة اللي فاتت دي تحديدا، ولسه مكملين في الموضوع ده شوية، في حتة البيمنت تيرمز الطويلة؟ ايه موقفك من الموضوع ده؟ مع ولا ضد؟ ورأيك ايه؟ والله انا بشوف ان احنا السنتين اللي فاتوا دول بندفع تمن اخطائنا القديمه كلها. والله العظيم يعني احنا عملنا كل حاجه تخلينا السنتين دول ندفع الاخطاء. ايوه والله ان هو حصل بيمنت طويله ده منطقي بالنسبه للمطور. اللي احنا عملناه في اول ما المطور نزل بالبيمنت طويله هو اللي ما كانش منطقي. طيب يعني ايه؟ يعني احنا يعني لما كان الدولار وصل ل 70 جنيه احنا كنا متوقعين انه هيوصل ل 100 جنيه. ايوه صح. فلما كنا بنحط التسعير للمطور كنا بنحطه على 100 جنيه مش حتى على 70 جنيه. صح. فسعر المتر اللي انت بتشوفه ده كان محطوط على 100 جنيه. هقول في ناس سعرت على 70 جنيه بس هو اقل حد فينا سعر على 70 جنيه. ايوه تمام. صح. وده كده مش متحوط، يعني ده كده مش خايف. الله اعلم بقى يعني. ده شاف في البنك كام راح في الصرافه كام راح مسعر. صح. فده قليل قوي. صح. لكن الاغلب سعر على الاعلى. صح. وبعدين حصل ان الدولار نزل بالظبط. وثبت. خد يوترن يعني، خد يوترن ووقف شويه. يعني حتى هو لما نزل قلنا لا شويه هيعلى، لا ثبت بقى. صح. فهتلاقي انه العقار المنتج الوحيد اللي انا قابلته في مدار عمري ايوه اللي ما بيقلش. ايوه ما ينفعش بيزيد بس. ما ينفعش. لو ايه اللي حصل بيزيد بس. صح. يعني كل المنتجات التانية الدهب بيطلع وينزل. بيطلع 400 جنيه وينزل 100 جنيه بس اسمه ايه؟ طلع وناس اشتريته فنزل 100 جنيه فخسروا 100 جنيه. صح. لكن العقار المنتج الوحيد على الاطلاق اللي بورصه تطلع وتنزل، عقار أيوه. لا. صح. فمش هينزل. فحطينا البديل ايه بدل ما ننزل السعر؟ بيمنت بلان طويل. بيمنت. بالظبط. ليه؟ لان هو اللي حصل ان انا كنت مثلا لما باجي ابيع الشقه للعميل كان قسطها كل 3 شهور مثلا 100,000 جنيه مثلا. فلما حصل زياده الاسعار بقى قسطها 250,000 جنيه. بالظبط. طبعا ده مش جاب يتعوض. ما فيش خلاص. لانه بقيت فوق الدبل. اكتر من الضعف. صح. يعني مره صح. ونص. فالافضل ان انا انزل السعر ولا اطول لك البيمنت فخلي القسط 150,000 جنيه. مش ولا 100. أيوه. ولا 250. حته خليته زياده. 150. يبقى حته زياده. بالظبط. وعلى فكره عايزه اقول لك حاجه، هو برضو اللي عملوا السنين الطويله المطورين الكبار دول اصلا سعر اليونت بتاعهم هو سعر اليونت بتاعنا على 8 سنين. ايوه يعني هو من أيوه 8 سنين صح. لل 14 سنه او لل 12 سنه هو بياخد زياده عن ثمن وحدتي. ايوه اللي هو نفس المنطقه ونفس كل حاجه بس هو عشان اسم قادر يحط السعر ده، لكن انا ما اقدرش احط السعر ده. فاهمك. فهو حته البيمنت انها تولد ده منطقي. فانت شفتيها ان هي سوليوشن للي حصل. للمغالاه اللي حصلت احنا بقى او التحوط اللي حصل احنا زياده. بقى اول ما نزلت البيمنت طويله انا فاكره كويس قوي، اول ما بالم هيلز نزل بالبيمنت طويله بعديها مصر ايطاليا بعديها نزلوا ورا خلاص بعض. كلهم بقى دلوقتي بقى 10 12 14 سنه عملنا تمام ايه؟ يعني. كلمنا العميل قلنا له تعالى اشتري
واعمل ريسيل بعد شهرين 3. امم تعالى واعمل لك ريسيل بعد 6 شهور. ايوه تعالى واعمل لك ريسيل بعد سنه. ده المقدم 100,000 جنيه، ده المقدم 150,000 جنيه، ده صح. المقدم 1%. سهلتها للعميل قوي، امم خليت عينه ما تشوفش البلقات بقى اللي جايه ورا. صح. فلما عملت كده حصل حاجتين. انا ما خدتش كوميشن بتاعي، انا كشركه تسويق عقاري ما خدتش كوميشن بتاعي، صح فحصل عندي انا دروب مادي، بالظبط. كشف له خنقك. والعميل مش قادر يكمل لانه ما بالظبط كانش عامل حسابه. هو العميل فجاه صحي من النوم لقى ان هو الفلوس اللي معاه دي ممكن تشتريه في بالم هيلز، ممكن تشتريه في لافيستا، ممكن أيوه. تشتريه في حاجات ما كانش هيشتري فيها صح. عادي. صح فطبيعي جدا لما جت البلكات ما بقاش قادر يسد، جه يعمل ريسيل لقى ان المطور عنده انفنتوري. ما خلاص طب انا هريسيل ازاي؟ لا ما فيش بقى خلاص. يعني انا عندي يونت وانا مهما ادفع لك ليه كانت- اللي فات طالما انا ممكن ادخل من الاول انا عندي يعني. يونت ناصيه على البحر دور تاني بحري قمر، ايوه بس صح. المطور عنده 100 وحده انفنتوري، ايوه مش عارف ابيعها، صح. مش عارف اعمل لها ريسيل، صح جدا. مش عارف اخد اوفر. بالظبط. فطبعا يعني احنا يعني اللي مغرز. احنا فيه ده نتيجه افعال. ايوه يعني دلوقتي في مغرز. بس خلينا نقول ان في شركات تانية هي يعني اتعلموا الدرس. يعني بص قاموا هو ايه يعني قال لك طب خلاص هم هناك هم الملاءه الماليه هقول لك يستحملوا. احنا على فكره احنا بنتعلم بسرعه، أيوة يعني بالظبط كلنا يعني. ظبطنا دلوقتي. صح هقول لك حاجه، طب احنا نروح بعيد ليه؟ ما احنا زمان لما كنا بنبيع في العاصمه كنا بنبيع اي مطور ينزل بمشروع كويس. صح. النهارده ايه اللي بيحصل؟ ناس بنت وسلمت وناس ما بنتش وسلمت، صح فبقى ده باين وده باين. بالظبط. فلما جينا دلوقتي نشتغل بقينا بنعرف نميز. صح. فطبيعي يعني اللي احنا فيه طبيعي، بس يعني برضو ما نقدرش نقول ان سوق العقارات مش اهم سوق. لا هو بيمثل ده 20% من اقتصاد مصر. ده كده 20% من اقتصاد مصر. ايوه في قطاع. صح. ده كمان عدينا كمان يعني في قرايات تانية بتقول ان الموازنه العامه يعني هو اتقال 20 وبعد كده اتقال 30 فيعني يعني الموضوع بيزيد يعني خد بالك انت وزاره الاسكان نفسها بقت معاك. ايوه ما خلاص يعني قطاع دخلنا صح. كلنا في القطاع العقاري. صح خلاص. ده حقيقي. ده حقيقي جدا. فقطاع مهم يعني 100%. طيب بتشوفي ان المنافسه في ان احنا نحط سعر اقل ده حلو، ولا ان انا احط يو اس بي واحملها للبروجكت ده الاهم؟ سؤال خطير. بس يعني هقولك انا بشوف انه اللي انا قلته من سنه بيحصل تدريجي. يعني احنا كنا ممكن نسعر زياده شويه وننزل باول دور ب 200 مليون جنيه وننزل بايفنت ب 30 مليون جنيه ونوصل لمرحله ان احنا نعمل طيارات بتعدي باللوجو. ايوه صح تمام. نعمل رحلات هليكوبتر للعاصمه كمان. ايوه يعني فبدانا دلوقتي يقول لك ايه، لا انا مش هعمل ايفنت ب 30 مليون جنيه بس اي معرض عقاري انا هنزله. ياخد ال 30 مليون وينزل السيلز معارض في الكويت والسعوديه وقطر يعمل منها مبيعات. وعمل براندنج يحول بالظبط. ما هو ده ظهوره في البلاد بس دي سكيل كلها. براندنج اقل ميكسد هارد سيلينج كده تلعب 50 كده. البروباجندا الاوفر اللي كنا وصلنا لها، الفانتزي بتاعت انه بنعلي على بعض في الايفنت وانا اجيب المغني الفلاني، طب انا هجيب المغنيين الفلانيين. طب لا تراجعنا شويه عن الحته دي. كنا داخلين خلاص على فكره انت هنروح نجيب بقى جاستن بيبر بقى هنروح في الحته دي. خلصنا مصر خلاص. تلاحظ الموضوع ده بجد يعني خلصنا مصر فعلا يعني. بيونسي نازله لونش عندنا يا جماعه قريب. خدت بالك دلوقتي انت حضرت مثلا كام ايفنت كبير؟ احنا خلاص بقوا صحابنا اصلا كل المغنيين دلوقتي يعني. في 26 هتلاقي انه لا نسبه اقل. ما فيش لا ده كم هو بقى. بصي هو حاجه تفرح يعني ان احنا اللونشز هديت شويه عن بالنسبه لي عن الوحشيه بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها. انا كانت تقريبا يوم ويوم لونش يعني ما شاء الله يعني بجد. فانا على فكره لما مثلا بقعد كانت الخناقه صعبه. انا دلوقتي لما بقعد مع مطور اقول له بص يعني انا مش عايزه الايفنت الرهيب، عوض لي ده في ان انا انزل معرض. ايوه مش عايزه اول دور ب 200 مليون جنيه، عوض لي ده في انك تديني سعر حلو ابيع بيه. ده بيفرق دلوقتي. صح. ليه؟ لانه كمان على فكره العميل بقى عنده دفاعات نفسيه خلاص. العميل بقى بذاكر الكامبينز اللي جت عليه. بالظبط. العميل دلوقتي بقى مش عايز يشوف منك ايفنت رهيب واول دور رهيبه، هو دلوقتي عايز منك يشوف ورق سليم. صح. يشوف منك انشاءات على ارض الواقع، يشوف منك تسليمات قبل كده.
هو ده اللي العميل عايز يشوفه. فانت مع المدرسه اللي بتقول دلوقتي ان احنا عدينا مرحله البروباجندا خلاص، يعني عاوزين حاجات بجد بقى. يعني مش هي يعني العامل الاساسي بالنسبه لي ايوه، في البيع. ما مش ننزل جسه واحنا ما خدناش القرار الوزاري وهوب يلا عملت في بعض الناس بتشوف ان عملت ده، لونش ويلا بينا. في ناس بتشوف ان ده الايمج بتاع بتاع المشروع او ايوه بتاع المطور. ايوه لا، انت ممكن تعمل الايمج، مش لازم يعني ممكن ده بيبان في الديزاين، في الكوربريت ايدنتيتي. الكوربريت ايدنتيتي اللي انت عاملها، الديزاين اللي على الاوت دور اللي انت صح، عاملها، البروشور اللي عامل ماسكه، المسج اللي انت باعتها له، السيلز اوفيس اللي انت عامله الكونتنت جوه صح، الارض اللي هيقعد فيه العميل، الانترنال السيلز اوفيس براندنج بتاعه بتاعك، عامل ازاي صح. ده اللي اصرف فيه. لكن انا اعمل ايفنت ب 30 مليون و40 مليون. طيب السوق هادي، احنا خلينا متفقين ان احنا اه بقالنا شويه كده احنا في ايه، فعارفه اللي هو المايه رجعت لمجاريها تاني اه وبطلنا موج وبطلنا مضاربات وحاجات لانه زي كده ما بقول لك خلاص يعني. العميل بطل. اولا كانوا 1000 عميل بقوا 100 عميل، صح. وال100 عميل بطلوا يجروا على البروباجندا، امم بطلوا يجروا على. وعايزه اقول لك حاجه، شركات البروكر بطلت تجري على الارقام الكبيره برضه. امم يعني ما بقاش دلوقتي تروح تقول له هديك 10% كوميشن يقول لك يلا انا مع، لا كان ايوه دلوقتي يقول لك لا وريني المنتج الاول. صح. لانه حصل هو شويه مقالب برضو هو الفتره اللي مش فاتت مش يعني حلوه كل، صح. على فكره كلنا بقينا يعني كله بقى مذاكر. امم طيب شايفه ان الهدوء ده سببه ان الناس تعبت من البروباجندا، ولا ان الناس كتير اشترت حطت فلوسها، ولا ان ظهور اسواق منافسه، يعني بعيدا عن الاحداث هنتكلم عنها زي السعوديه واللي بيحصل فيها وعمان، ان هم بداوا يسحبوا من العملاء بتوعك لان هم يودوا على هناك يعني. لا يعني هو ده برضو عامل ان احنا كنا اكتر ناس بتعمل عقار في المنطقة. هم دلوقتي مهتمين برضو بالعقار. يعني السعودية بدأت تعمل حاجة زي العاصمة الإدارية بالظبط. امم كل الدول تقريبا حوالينا بدأت تهتم قوي بالقطاع العقاري ويعملوا مشاريعهم، بس احنا برضو ما سيبناهمش يعني. احنا رحنا خدنا لهم بعضنا بالظبط. فاحنا برضو اقوى بلد بتصدر عقار. صح. يعني انت لو بصيت على مؤشرات البورصة هتلاقي ان احنا القطاع العقاري عندنا واخد اعلى درجات يعني الجروس بالظبط النجاح. ايوه مؤشر التلاتيني في اعلى درجاته، وهتلاقي التوب بتاعهم القطاع العقاري ايوه. بسبب تصديرنا للعقار بره مصر. مهم. فلا احنا بالنسبه للعقار كتصدير، لا احنا مفيش اي الا خالص، بالعكس اللي بيبيعوا بره بيبيعوا كويس قوي. حلو. احنا هنا الهدوء هنا في مصر، ايوه لانه ده ليه كذا سبب مش سبب واحد، بس هم اتجمعوا في كلهم في وقت واحد. ايوه يعني ايوه فاهم اللي هو ايه، ممكن. كلهم ضدنا فجأة. ايوه بالظبط اول حاجه احنا بعنا كتير قوي في 2022 و23 و24. صح. طب سبب البيع كتير ده ايه؟ تغيير الدولار، سعر الدولار. ده كان بيخليك مثلا عميل يجي يقول لك انا عايز اخد شقه، تقول له طب ما تاخد شقه ومحل، ما تاخد شقتين. ما هتعمل ايه بالكاش تعرف الشقه دي يعني، هتبقى بكام؟ سيب الكاش يعني هتعمل ايه بالظبط. بالفلوس؟ خد صح. شقتين، اضغط نفسك خد شقتين. صح فكان يبقى جاي ياخد شقه ابيع له شقتين، جاي ياخد محل صح ابيع له محلين. بالظبط. والله. ايوه فعلا. فبالتالي العميل ده دلوقتي لا مضغوط، هو بقى عنده قسطين بالظبط. والعمله قلت، فهو مثلا لو كان بيطلع من عملته 1000 كذا، هو دلوقتي بيطلع 2000 كذا، بالظبط. فاتضغط. فبالتالي مش هيشتري خالص دلوقتي، مش هيشتري خلاص. فاهم. ده ادي عامل. واحنا كمان فاقدين الثقه في العمله دلوقتي. ايوه لا ما ده دي خلاص دي من احنا بدري بقى. فاقدين ثقه في العمله دي خالص. على فكره اصلا هو الذهب، الموضوع يعني اليوتيرن اللي رجعوا تاني. انا عايز اقول لك ان من أيوة. الاسباب بدأنا نتحرك حته حته اهو دلوقتي. من اسباب ان الذهب بيعلى بالسرعه دي، من ضمن الاسباب، مش طبعا مش السبب أيوة. الاساسي، اكيد. هو فقدان ثقتنا في العمله. فاول ما بيحصل حاجه بنروح نحط فلوسنا في ذهب، يعني على طول. صح. لان احنا مش واثقين في العمله اللي في ايدينا. بالظبط. فده برضو عامل. عندك العامل التاني انه البروباجندا خلتنا نبيع مشاريع كتير ما تنفذتش. فطبعا العملاء اللي ما تنفذ لهمش الضحايا اشتغلوا كامبينز ضدك يعني. لا يعني عايز اقول ضد لك حاجه، القطاع يعتبر يعني انت عندك العميل اللي ما استلمش ودايره معارفه بقرايبه خلاص قفلت من بالظبط. فانت عندك او ده هيبقى برضو خواف قوي يعني، هياخد قراره لو كان بياخده في شهر هياخده في ده سنه. هياخد قرار في التسليم الفوري بس. ايوه انسى صح خلاص، صح بلان ده انساه خلاص. صح جدا صح. عندك ده عامل برضو. عندك برضو عامل تاني مهم قوي، وهو المشاريع اللي هي اتبنت بس لسه ما اتسلمتش، وهو اصلا تسليمه من 2-3 سنين. ما ده برضو عامل. صح. هو برضو شايف انه لا،
انا ليه عمال انا دفعت 80% من الوحده ولا 90% من الوحده وانا لسه ما استلمتهاش. امم. وفي ناس استلمت حاجات مش هي دي اللي كانت في الرسم. ايوه. فده عامل. فانت عندك عامل الدولار خلانا نبيع في 2022 23 24 بارقام كبيره جدا. بالظبط. بس دلوقتي بتترد بقى. ايوه. هي دي نصبر بقى شويه. وعندك حته التسليمات اللي اتاخرت والتسليمات اللي ما حصلتش اساسا في بعض المشاريع طبعا. هو مش كتير، هو يعني هو يبقى موجود لكن هو مش كتير. مش كتير. بالظبط. بس السوشيال ميديا مبينه. مخليها كتير. صح. الميديا بتبين. صح صح لكن انت ممكن تكون في الوقت دوت مسلم 100 مشروع و10 لا. صح و5 لا. صح. كلنا شايفين الخمسه. ايوه. لان احنا لما بيبقى في حاجه كويسه ما بنطلعش على السوشيال ميديا دي كويسه. لا بالظبط. لو في حاجه وحشه هنطلع نقول وحشه. صح. فبيبان. بنخاف من الحسد بقى، تطلع حاجه كويسه بتخاف من الحسد. فبيبانوا. عندك بقى كمان عامل تالت احنا برضو عملناه في اول 25 اللي هو انا حكيت لك عليه من شويه. ان احنا خلينا العميل يشتري زياده، فهو دلوقتي مرتبط باقساطه. لا خلينا يعني يشتري بكلمه 1% مقدم و2% مقدم وعلى 12 سنه و14 خلاص سنه. هو غارس دلوقتي بقى. وبعد 6 شهور هعمل لك ريسيل، بعد سنه هعمل لك ريسيل. فجي يعمل ريسيل مش عارف يعمل ريسيل. بالظبط. خلاص هو عطلان. صح. وعايز فلوسه بس. ايوه. ودلوقتي وصل انه عايز فلوسه صح بس. فعلا صح. وعلى فكره ده مش معناه ان المنتج وحش وان هو مش عارف يعمل ريسيل. هو هيعرف يعمل ريسيل. ايوه. بس لما المطور يخلص الانفنتوري اللي عنده بالظبط. ساعه التسليم يعني. وهو من البدايه داخل بكونسبت غلط، لان العقار مش مضاربه. يعني بالظبط. هو لونج تيرم انفستمنت. اقل يعني حاجه هو لو صبر سنتين ثلاثه هيعرف يبيع عادي. بالظبط. وهيكسب وهتبقى حياته قمر وهيكسب يعني. بس تمام. المنتج يبقى موجود. بالظبط. والمطور يكون خلص انفنتوري وبتسلم. صح. فده اقل حاجه 3 4 سنين. بالظبط. مش سنه وست شهور. هو ما هو عشان كده بنقول السوق بدأ يرجع لأصله يعني. هو في السنين اللي فاتت كان ده اللي بيحصل. بالظبط. يعني ما حدش كان عمره بيشتري شقة يجي السنة اللي بعدها هيبيعها هيكسب فيها. يعني بس بنتكلم مثلا في 15 و16 و17 بس عايز اقول لك 2019 ما كانش فيه الكلام احنا ده. مش اول مره نعدي بالمرحله دي. عدينا بيها مرتين ثلاثه قبل كده. وبنحس بيأس وبنحس انه الدنيا بتقع والعقار بس دايما القفله دي أيوه. بتبقى وراها. صح. يعني عايز اقول لك حاجه، قبل العاصمه الاداريه على طول، قبل ما العاصمه الاداريه تفتح على طول كنا في المرحله دي. ايوه. كان العقار هادي ومضغوط وكنا ما بنبيعش. صح. وبعدين جت صح العاصمه جدا. الاداريه الدنيا فتحت فتحه. صحيح. فيعني ستيب باي ستيب. هتقوم طيب. يعني مؤشرات بتقول انها هتقوم. شايفه الاحداث بقى اللي حصلت دلوقتي هترجعنا تاني للسنتين الثلاثه اللي احنا بنقول عليهم دول ولا لا؟ يعني هو طبعا اكيد انا مع انا شايف زيك على بص فكره. يعني اكيد انا محدش شايف ان فينا احنا مبسوط من اللي بيحصل 100%. بس الناس دي هتروح فين؟ ما يعني الناس دي هتروح فين؟ صح. الناس دي جايه لنا يعني. صح جايه لنا مش أيوة. رايحين حته. ما لحد دلوقتي ما فيش. يعني. انت ما عندكش جرين اريا غير هنا. ما فيش بقى خلاص الناس دي عندنا جايه لنا. فانت مع الفكره دي، انت شايفه ان احنا المفروض نعمل الحساب ده. حلو. وبنصح الناس يعني بقول ايه، انا عارفه ان هم هيجوا على التسليم الفوري. لا ما طبيعي يعني. مش هيجوا على الاوف بلان. ده اولا يعني. بس بنصح الناس بفكره يلا مش يلا مننا كده. الاوف بلان اعمل خطط تأجير. يعني لو انت عندك مشروع تاني شغال اجر له وسكنه على الاوف بلان. اجر له ال3 سنين وسكنه على الاوف بلان. ايوه فهمتك. يعني نبدا بقى نفكر بره الصندوق عشان الدنيا ايه ايوه ترجع. اديله حته يقعد فيها. بالك اصل هي لما بتتحرك عند حد بتتحرك عندنا كلنا. صح يعني جدا. انا لما بلاقي نازله في مكان حواليا 15 لونش ما بالعكس صح بطمن. ايوه. احنا كده لان كلنا بنبقى مركزين ايوه على الحته دي فعايزين نقومها. بالظبط. انا بفكره فلان بسعر فلان بكوميشن فلان مش عارفه بايه. البروكرز كلهم شغالين على نفس المنطقه. فهتبقى الديستنيشن دي الناس مركزه فيها. بالزبط. طيب شايفه اللي جاي اكتر انهي سوق؟ شرق القاهره ولا القاهره الجديده ولا غرب القاهره ولا العاصمه الاداريه؟ اكتر واحده يعني لو هنرتبهم كده من 1 ل4. الساحل. لا اصلا مفيش القاهره في الموضوع. بص يعني الصفقه اللي عملتها الدوله مع قطر في عالم الروم في الساحل. ايوه. والبحر الاحمر. دول يعني بقوا تحت العين. فهتلاقي الاتجاهات كلها بتزق الناحيه دي. اوكي. العاصمه بدات تظهر. فيعني اتوقع ان هي تحركاتها هتزيد. بس تحركاتها هتزيد في مناطق معينه مش في كل المناطق. المناطق اللي ظهرت هي اللي هتشتغل. ايوه اللي باين لها ملامح دلوقتي يعني. هي دي اللي هتشتغل. فالعاصمه في بعض المناطق فيها هتتحرك كويس قوي. لكن السواحل احمر وابيض دول الاساس. اوكي.
طب غرب القاهره ده اتحرك. كسكن يعني كإقامة ولا كبس فيكيشن؟ والله دلوقتي الساحل ما بيتباعش على فكره ان هو فاكيشن يعني، هو دلوقتي بقى بيتباع على ان هي هتبقى مدينه يعني. ايوه. فحتى انت لما تروح الساحل في الصيف اللي فات كده هتلاقي ناس من الدول العربيه وناس من الاجانب عمرك ايوه ما شفتهم في الساحل. ايوه صح. فالساحل بيتغير دلوقتي، هو والبحر الاحمر هيتغيروا خالص الفتره الجايه. فانا اتوقع الساحل والبحر الاحمر بعض مناطق العاصمه اللي هي ظهرت. ايوه. كمان اللي برضو يعني شايفه ان هو في امل كويس غرب القاهره. غرب القاهره اصلا لسه محافظ على نفسه، ايوه. لسه ما دخلتش فيه الحرب لسه ما شافش اللي شافته القاهرة الجديدة والعاصمة. ايوه صح. جت بقى دفعت السوق بيجروس تاتا كده. اه والمطورين اللي هنا بدأوا يروحوا هنا فيعملوا كده. ايوه يعني هم رايحين من هنا عشان يعيدوا نفس التجربة جه تاني. بقى المتحف المصري عمل لهم دفعه بقى صح قويه جدا. مع مطار سفنكس كمان زق الموضوع زق كمان. الموضوع في ايديهم. الكلام ده انا قلته، الموضوع في ايديهم دلوقتي. المتحف المصري عمل بروباجندا رهيبه، يا انت يا مطور او انتوا يا مطورين تحافظوا عليها وتفضلوا ماشيين البروباجندا دي وتقدروا تكسبوا منها وتقدروا ان انتوا تعملوا لها بوزيشننج وتحافظوا على تواجدها ما تبقاش فرقعه وتنام. صح. يا اما هتسيبوها تنام. دي بقى دي في ايديهم مش في ايديهم. صح جدا جدا. يعني. ما احنا بنزق معاهم بقى يعني. دي مش في ايدينا. ماركتنج سيلز بتاع رايك ايه؟ والله رايي كذا. طب تمام يعني. بالظبط. وفي اللي بيسمع الكلام وربنا بيكرمه الحمد صحيح. لله يعني. طيب الناس بتاعت الاوبريشن تحب تقول لهم ايه في ظل الحرب اللي بتبقى موجوده جوه الشركه ما بين السيلز والماركتنج وبقيه والعملاء وخدمه العملاء والحاجات يعني الاوبريشن مفيش حاجه هتتحرك من غيره، بس عشان نبقى واقعيين. ايوه. يعني انا بشوف احب اكبر بخاطرهم دايما كده. لا الاوبريشن هو رمانه الميزان 100%. يعني رمانه الميزان فعلا في الشركه. يعني مفيش حاجه بتروح من حته لحته غير وهو اللي معديها من حته لحته. ايوه. يعني احنا لو شلنا الاوبريشن كل حاجه تقف في مكانها. صح. الماركتنج شغال بماركته. ايوه. والسيلز شغال بسيلزه. والاثنين بيحدفوا الواحد. لو ما كانش موجود يعني لو ما جاش بتاع الاوبريشن خدها من هنا وداها هنا هي هتفضل هنا. فهو اللي هو خد بالك هو بيبقى مسؤول عن الكلاينت من يوم ما يدخل من الباب لحد ما يخرج من الباب بعقده باستلام شقته بكل حاجه، من اول استماره التعارف صح لحد ما يستلم عقده. اوبريشن صح. يعني استماره التعارف اوبريشن، استماره الحجز اوبريشن، العقد اوبريشن، الشيكات هتلاقي الاوبريشن داخل فيه، العميل يستلم عقده الاوبريشن داخل فيه، الماركتنج انه يتنقل المعلومه للسيلز اوبريشن، من السيلز للماركتنج فما الليجل بتحس ساعات ان صاحب العميل اوبريشن. بتحس ساعات ان صاحب الشركه عارف هادر حقهم شويه او يعني شركات كتير صاحب الشركه مش شايف غير السيلز. صاحب الشركه ده مش حقيقي. شايف غير السيلز. ده حقيقي. فدول دور الكوميرشال دايركتور. ليه؟ لان صاحب الشركه هو اولوياته ارض، انشاءات، مبيعات. صح. هو بزنس. صح صح جدا. هو مش فاتحها، لا هو بزنس. صح. هو جايب الارض دي عشان عايز يكسب الرقم ده في الوقت ده ويدخل له الكاش فلو ده. صح. فهو مش شايف حاجه تانية. طب مين بقى اللي عارف انه لو اتشال من الدايره الاوبريشن او اتشال من الدايره الماركتنج الدنيا عنده هتقع؟ الكوميرشال صحيح. فهو اللي يبقى شايف ده. لكن صاحب الشركه مش هيشوف. ايوه. فمن هنا نقول للكوميرشال دايركتورز شوفوا الناس دي. صحيح. الناس دي شايله صحيح. على خير. طيب احنا كده خلصنا البانل ديسكشن. تمام. هندخل على الفقره الثانيه. عندنا الصندوق القلبوس اللي قاعد معانا من الاول ده. ده فيه اسئله مش احنا اللي كاتبينها. مين؟ يعني كوميونتي عندنا كده بنجمع منه اسئله بتتحط. انا مش عارف اللي جواه ايه. معرفش. دور المرأة مهم. انا اللي هقرا السؤال ولا انت هتقرا السؤال؟ لا هتقري السؤال. هل ممكن حملة تسويقية قوية تخبي مشاكل المشروع؟ ده صندوق قلبوس بجد. هو يعني مش هنقول مشاكل يعني، بس هو اصلا الماركتنج دوره انه يصغر لك العيوب ويفخم لك المميزات. صحيح. يعني احنا اي منتج بنشتغل عليه دورنا ايه كماركتير او كماركتنج تيم؟ ان انا اكبر لك قوي الحاجه الحلوه اللي في المشروع. صح. واي حاجه وحشه تتدارى. بالظبط. يعني مثلا
طالما هي مش يعني مش هتودي الموضوع في حته مستحيله يعني. مش مشاكل. بالظبط يعني مش مشاكل. مش حاجه لكن سيئه مثلا ولكن مش ميزه قوي يعني مثلا مشروع اللوكيشن بتاعه محذوف شويه، فانا ببدا اقول لك 5 ربع دقايق ساعه من من كذا، هنا 10 وخمس دقايق من دقايق من كذا، هنا، صح. فببين لك الميزه وبخفي لك العيب. ايوه. مشروع مثلا مساحته كبيره، يعني خلاص هو اتبنى وانا جاي اشتغل عليه وهو مبني، فانا مثلا واخده البيت او الفيلا 1000 متر، أيوة. خلاص ما بقاش في الكونسبت ده دلوقتي. صح. فهبدا بقى ادخل لك في سكه الماركتنج اللي بتتكلم عن اللكجيريوس والاليت والسيلكتيف والسبيسز بتعمل ايه بقى والفنان في حياتنا. الفلاني واخد مساحه قد كذا، والمستشار الهندسي العالمي واخد فيلا اللي على الكورنر والعيله الكبيره مكانها شكله ازاي. ببدا أيوه. بقى اخش في عشان اخرج بره دايره ان انت تقول لي لا هو دلوقتي المساحات الدارجه في السوق 300 التاون متر بقت 200 متر و180 متر، فانت جاي تقول لي 1000 متر دلوقتي. فاحنا دورنا في الماركتنج ان انا اظهر لك او ان انا الاقي التول او الوسيله اللي اكبر لك الحاجه الحلوه، والعيب ده انت ما تبصش عليه. هو ده دورنا اصلا، دي شغلتنا يعني. صح. يعني احنا ما عملناش كده ما بيبقاش عملنا شغلتنا. صح معاك حق. يعني طبعا حمله تسويقيه تقدر تخفي المشكله، ومش المشكله العيب او الحاجه الضعيفه الويك بوينت في المشروع، وتظهر او لو مشكله يبقى من الاول بلاش. لو مشكله بلاش اللي احسن يعني نأذي الناس ليه؟ ناقصين مشاكل. صح. تاني احنا شويه يعني ما نصيبنا بقى لما نزهق. العروض والخصومات دايما وسيله جذب ولا احيانا بتبوظ السوق؟ شعره بقى. كده شعره دي شعره والله، ده السؤال ده شعره. ايوه ده حقيقي. يا في عروض بتبوظ. العروض والخصومات دي اساسي. ليه؟ لانه احنا كمان شعب بيحب العروض. صح والله بنحبها قوي. صح يعني صح جدا. بنحب العروض قوي. يعني انا ممكن اشتري حاجه انا مش محتاجاها عشان هي في عرض. مش محتاجاها اصلا بس هي في عرض فانا هجيبها. فاحنا طبيعتنا كده يعني، دي ثقافه الشعب. صح. فالعروض والخصومات ده اساسي، ومش هقدر ان انا اقول انه في مطور هيقدر يكمبيت ويمشي من غير ما يعمل عرض سيت سكيب وعرض رمضان، يعني لازم. صح. لكن العروض اللي بتوصل لمرحله الحرق او اللي هو لو حسبتها ورقه وقلم باي طرق مش جايه، طبعا بيبوظ لان انت هتعمل ده وانت اللي هتبيع وهتوقف اللي حواليك من البيع، وفي الاخر انت هتيجي تنفذ مش تنفذ. بالظبط. فبوظت على نفسك وعلينا. ايوه. وبعدين العميل بيشوف انه طالما نفعت هنا تبقى هي لازم تنفع عندك. لا مش هتنفع هنا اصلا، هو لما نيجي نعمل هنلاقيها مش هتنفع هنا. صح. فلا بتبوظ طبعا. فعروض وخصومات تمشي، لكن مش لدرجه ان انا ما بعقل كده. يعني اللي هو بالمنطق اللي هو تبقى محسوبه يعني. أيوه. لانه في عوامل كتير قوي بتتحسب. صح. يعني هو مش اللي جنبي بصعب هتسلم امتى والكونستراكشن بتاعتك شكلها ايه وهتلم كام عند الاستلام في التسعير بناخدنا في الاعتبار. صح صح. المده الزمنيه، الفايده السنويه دي عامل، الضرايب عامل، الماتيريال المستخدمه في المشروع، الواجهات ايوه عامل، كل حاجه في التسعير عامل. صح. فالنقطه مهمه قوي يعني. صح جدا. خش بوكس ده اخره فين؟ ايه بقى ده؟ ايه ما اعرفش. هل في مشاريع لو اتقال حقيقتها كامله ما كانتش هتبيع؟ الله. احب اقول من مكاني ده. مفيش مشروع ما بيبيعش. خليني اقول لك مفيش مشروع ما بيبيعش. ماشي. كل حاجه ليها عاملها. صح. بس يعني ان انا اقول الحقيقه كامله لازم اقول الحقيقه كامله. اجملها ممكن. ايوه فاهم. يعني اني لا اكذب لكن اتجمل. ايوه صح. اجملها ممكن. تتجمل وتظهر نقط القوه اللي فيها وتخفي العيوب او الويك بوينت اللي فيها، كل ده دورنا. لكن ان انا منتج ما يتباعش، لا ما فيش منتج ما بيتباعش. يعني ايا كان بيتباع، ايا كان، حتى لو هو ايه هتشوف له سوليوشن وهتروح للسيجمنتيشن بتاعته وتوظفه. مفيش منتج في الدنيا ملوش عميل. يعني مفيش. حلو ده. بس بسيطه. كام واحد دول كده؟ 3. ناخد 2 كمان. كام واحد؟ ناخد 2 كمان. 3 بس انا بطول في الاجابه شويه. هل المنتج القوي ممكن يبيع نفسه بدون تسويق، ولا التسويق
بقى هو البطل الحقيقي. ممكن منتج قوي يبيع من غير تسويق لكن الخسران صاحب المنتج. ايوه. ليه؟ انا على فكره يعني بشوف التجربه دي في منتج اصلا يبقى بايع نفسه، منتج حلو، هو حلو هيتباع، صح. فانا لازم استغل المنتج ده في اني اعمل تسويق لنفسي، اعمل تسويق قوي لنفسي، عشان لما اجي اخد المنتج التاني، ما انا مش جاي ابيع منتج واحد. ايوه. ما انا مش هبيع المنتج ده واروح بيتنا، ما انا أيوه. هبقى انزل بمنتج تاني. صح. مش صح. لازم المنتج التاني يبقى حلو زي المنتج الاولاني. صح. يعني جات لي صدفه حلوه مش لازم تحصل تاني. فالمنتج التاني ده لو انا عملت لنفسي تسويق على حس منتج حلو، هبيع المنتج التاني. لان خلاص الناس عرفتني وعارفه ان انا بختار ده وانا اللي عامل ده انا اللي وهكذا. بختار اللوكيشن الجامد، انا أيوه. اللي بعمل المنتج الفظيع، انا اللي بختار المنتج اللي بيبيع نفسه. فلما اجي المشروع التاني الناس تبقى عارفاني وعارفه، فلازم استغل المنتج ده في اني اسوق لنفسي. لكن لو اهتميت بالبيع بس وقلت هو المنتج بيع نفسه واسوق ليه، حلو انت بعت المنتج ده، طب ما انت تيجي في المنتج التاني تعمل دبل ايفورت. صح. فلا بالعكس، استغل المنتج ده في انك تسوق لنفسك. حلو ده. طيب ما انا من هنا قبل ما تسحبي ده انا هسألك سؤال. تحبي او بتشوفي الشركه الديفلوبر لو هي عندها مشروع كبير، فلنفترض ان هو ميكسد يوز، يفتح معاه مشروع سكني ويبقى عنده فرايتي، ولا لا يبقى فوكس في لاين لفتره؟ الفوكس كويس والدايفرسيتي كويسه، هي حسب المنهج بتاع الشركه. مدرستك يعني عايزه اقول لك انه التنوع حلو، وان انت يبقى عندك انفنتوري في كل الانواع، ده بيوسع مجالك وبيخلي الترابيزه بتاعتك مع السيلز اسهل. صح. ويخليك تجيب كواليتي اوف سيلز كويس، والبروكر يشتغل معاك اكتر، والعميل قاعد مرتاح عندك اكتر، وتقدر تاخده من هنا توديه هنا. فالتنوع حلو جدا. والتخصص برضو حلو في ان انت تشغل صح. يعني كل حاجه ليها ميزه. فحته ان هو يفوكس، لو هو يعني محتاجين نوصل للتشغيل عشان نقدر نقول ان هو بتاع ده. يعني في ناس متخصصه في المولات والبيزنس سنترز وعندها خبره تقدر تشغله كويس قوي، فانت بتبقى ضامن تشغيل بالظبط، لانه فاهم قوي الحته دي، بقاله سنين فيها، فبتبقى فاهم التشغيل. بس طبعا التنوع بيبقى اقل عندك. يعني العميل اللي عايز سكني مثلا لا خلاص بقى مش بتاعك خلاص. خلاص ليد جت وراحت خلاص. فبتفقد سيكشن من العملاء او سيكتور من العملاء، لكن انت بتبقى قادر تشغل كويس. لكن التنوع حلو طبعا في ان انت عندك ده وعندك ده وعندك ده، بس طبعا ريسك في التشغيل. ايوه. ممكن تنجح ممكن ما تنجحش. صح. لانك عندك كل حاجه، هتشغل كل حاجه مظبوط. ايوه، ما هو ده المفروض، ده اللي بنأمله. يا رب. يا رب. صحيح. فدي ولا ايه؟ خدي براحتك. السؤال بيطول كل ورقه السؤال انا بيكبر. ملاحظ لا والورقه بتاع رد يعني مقطعين ما شاء الله، حته حلوه كده. هل تنوع المشروعات عند المطورين السكني والتجاري ايه ده السؤال بتاعك؟ ما تهزريش. هل تنوع المشروعات عند المطورين السكني والتجاري يزيد من فرص النجاح ولا بيؤدي الى التشتت؟ قلناها. كرم ربنا. انا خفت ما يطلعش، السنه اللي كاتبه اصلا. كرم ربنا والله. السؤال ده انا اللي كاتبه اساسا، شفت جالي انا خفت ما يطلعليش. ناخد واحد كمان ونقول خلاص كده. ايوه خلصت الصندوق. لا اكيد لا. أمان. هل الاستثمار العقار دايما آمن ولا دي مجرد مقولة؟ ده حد من بتوع الذهب بقى ده. ده دسيس ده. السؤال ده حد من بتوع الذهب. ده دسيس ده مش معانا. هو بالظبط. لا دايما آمن. مش عشان انا شغاله فيه بس، والله فعلا اقعد كده حط ورقه وقلم واكتب كل انواع الاستثمار، هتلاقي ان هو في ايام زادت وايام قلت. ايوه. ما حصلش ان العقار نزل رجع لورا. صح. يعني ما حصلش. ما سمعتش ان شقه كانت بمليون بقت ب700,000. لا ما في. ما سمعت دلوقتي انها بقت ب1.5 مليون بس على 12 سنه. ايوه ده سمعتها. ايوه. لكن يرخص لا، ما شفتهاش. صح. فيعتبر مش الاستثمار الآمن، يعتبر صانع الفلوس. يعني انا دايما اقول ايه، العقار او دايما هي مش انا اللي بقولها، يعني هي اللي بتتقال مقوله ان العقار اللي بيعمل الفلوس. ايوه. والذهب بيحافظ على الفلوس. صح. لكن اللي يعمل فلوس العقار. طب كان صعوبه العقار فين زمان؟ ان هو اتقل منتج. أيوه. يعني انت لازم تبقى معاك 1,000,000 جنيه عشان تدخل في العقار. صح. دلوقتي لا خالص،
بقى اول 100,000 جنيه بتدخل في العقار، سواء بقى عشان المقدمات الصغيره والسنين الطويله، بس طبعا هيبقى فيها بالكات، فلازم تبقى عارف انك هتغطي 100%. البالكات. او الاوبشن التاني اللي ظهر جديد وهيبقى اوبشن رهيب، هو لسه بس في اوله دلوقتي، وهو الشيرز. اه زي اللي ناوي هي شيرز والحاجات دي. ايوه. الشيرز جابت لك كل حاجه في حته واحده. امم. فانا بشوف ان الشيرز دي في يوم من الايام هتبقى اساسي، منتج اساسي في القطاع العقاري. صح. لانه هو عمل ايه بقى خاصة انك الشيرز؟ كدولة قاعد عمال تجروس في الحتة دي. الشيرز حققت احلامنا كلها. ايوه. ليه؟ خليتك تشتري مع الاسامي الكبيره. يعني انت كان زمان نفسك تشتري مع صادق وبالم هيلز وحسن علام وي وي وي، بس طبعا بادجت. ايوه جيب صح البادجت ده منين؟ صح الشيرز فتحت لك انك ممكن تبقى عندك جزء من وحده صح. مع الناس دي. يعني كان في حاجة ساعات ان الشباب يقولوها كده، يقول لك ايه، طب بلكونة في العالمين. بالظبط، هيجيب البلكونه. خلاص دلوقتي ممكن نجيب حققنا الحلم البلكونة ونجيب عادي. البلكونه. ايوه بالظبط. فالشيرز لا، فتحت المجال ان العقار بقى ممكن اي حد يدخل فيه، صح. لانه بتقدر تدخل باي مبلغ في 100%. وكمان بقيت تقدر تدخل في مشاريع مبنيه وخلصانه ومتسلمه ومتاجره بالشيرز. ايوه. زمان كنت عشان تاخد وحده استلام فوري متاجره كاش اون سبوت اخره 50 و50 على سنه. أيوة. ده رقم. لا دلوقتي ممكن تدخل شير في مكتب مبني ومتسلم من صدق وبتأجر وتاخد ايجار بالشيرز. صح صح. فده هيخلي العقار لا منتج مسهل، أساسي. ادينا ماشيين آه. وربنا يوفقنا ان شاء الله ان يعني. شاء الله. احنا كده خلصنا الانبوكس. خلاص ايوه. احطهم تاني. ما خلاص بقى، ما أسيبهم هي إيه؟ لا براحتك. أهو. هنسيبك دلوقتي اه وهننقل اللوكيشن التاني، اه وانا هبقى ورا الكاميرا. اه الفقرة اللي جاية ليلو كاوتش، يعني باين من اسمها. انا مبسوطه اني اقعد على الكنبه والله، ايا كان ولا هي فيها شوية صفار كده. ايوه والله فاهم. انا عيني عليها من ساعه لما دخلت والله. أيوة. هنسأل أسئلة، يعني هيكون منها شوية حاجات يعني بيرسونال وتخص السكسس ستوري بتاعتك في ماشي. الشغل، ومنها حاجات تانية تخص الماركت، الشركات والناس اللي فيه. اه هنجاوب أسئلة بشكل مختصر ماشي ولذيذ. حاضر. شوفك هناك بقى. ماشي يلا. السلام عليكم. معلش. على حسب اللي انت هتعمله غدا زي الفل. لا الموضوع سهل والله. ماشي. يعني هنشوف. شوية أسئلة كده خلبوصة بس. ماشي اتفضل. طيب احنا قلنا في البانل ان انت يعني ما شاء الله بقالك 15 سنة في الفيلد. اه فكرتي قبل كده تسيبيه؟ لا لا ليه؟ خالص ما اعرفش يعني، بس هو يعني متهيألي اي حد اصلا شغال في مجالنا ما بيفكرش يروح يعني. هو يودي ده. هو ماشي، هو احنا عايشين كده وهنموت كده برضه. لا طيب. لا خالص. عارفة توزني بين الزحمة بتاعت الريل استيت وحياتك بقى والأسرة والحاجات اللي زي كده ولا؟ ما عنديش بقى، ما لا عنديش مفيش. حياتي دي اصلا مش مفيش. موجوده راحت. يعني انا حياتي هي في الشغل، مم. ما فيش بقى حياتي دي، مفيش حاجه اسمها حياه شخصيه عندي. و- حياتي عادي كده، كلنا مشاركين فيها فاهم. قاعدين في الريل استيت. انت اه فين؟ يعني. انا قاعد في الريل استيت. اه طيب لو فكرتي تشتري حاجة ريزيدنشال، اه مين المطور اللي هتختاري انك تشتري منه؟ ليه بقى السؤال ده؟ ليه؟ يعني كده انا شخصا يعني، حتى بعيدا عن هو ايه او مفيش مين او اسباب فين يعني. فعلا، بس طلعت مصطفى. امم. وفعلا مفيش اسباب ده بس كلنا لا ما في يعني. لا ده كلنا يعني بجد يعني هو من واحنا من زمان اي حاجه بنشتري هناك، فخلاص فبقت عاده تقريبا. صح. لا وهو كمان يعني الموضوع في الجون اه يعني بابا المجال يعني. صحيح فعلا هو بيجري واحنا بنروح وراه يعني. صح. طيب لو هتقولي او هتنتقدي حاجة موجودة في سوق العقار دلوقتي هتكون ايه؟ يعني هو مش انتقاد يعني، لانه اي حاجه بنتقدها بتبقى بتسمع عندنا كلنا يعني. أيوة. هو نصيحه يعني، هو نصيحه انه لو انت شايف ان دلوقتي سوق العقارات هادي، فسوق العقارات هادي بسبب حاجات احنا ممكن نكون عملناها في السنين اللي فاتت في الطرق البيع بتاعتنا. فلا لو عايز ان الدنيا فعلا تبقى في القطاع العقاري افضل، حكم عقلك في كل خطوه. يعني ما يبقاش الكوميشن هو العامل الاساسي، السالري هو العامل الاساسي، البروباجندا الفانتازيا ما تبقاش هي دي العوامل الاساسيه. يبقى في منتج بجد انت شغال عليه، لازم تقتنع بالمنتج نفسه. حلو. طيب لو عندك الحرية الكاملة ان انت تغيري دلوقتي حاجة في القطاع بتاعنا هتكون ايه؟ هعمل ايه هولدنج. هعمل لكم ايه هولدنج بقى وايه. حاجه غيرها. ايوه. يعني مش حاجه غيرها، حاجه خد بالي منها اكتر. ماشي. زي ما قلت لك من شويه ان احنا يعني
اللي هيخلي الشركه تكمل او ما تكملش هو اهتمامها بالمنتج اللي هي شغاله عليه. مم. ففكره بقى انه يلا ننزل نبيع وان شاء الله ربنا يكرمنا، دي خلاص ما بقتش تمشي. ربنا يكرمنا لما نشتغل صح، بكومبوننت صح، بمعايير صح. حتى لو شركه تسويق عقاري مش شركه ديفلوبر، اختار المشاريع اللي تشتغل عليها، مش اي مشروع تشتغل عليه. مم. ما يبقاش برضو الارقام، او الارقام مهمه كل حاجه، بس ما يبقاش العامل الاساسي، يبقى المنتج والمطور هم الاساس بالنسبه لك. طيب هل قبل كده وانتي مسؤولة عن شركة مع المنافسة خلتك تخسري حاجة من علاقاتك؟ اه طبعا. اه طبعا، لانه شغلتنا دايما انت بتفصل ما بين طرفين. مم. يعني اغلب الاحيان يا بتفصل مثلا ما بين بيعه في سيلز داخلي ما بين اتنين سيلز والاتنين متعشمين فيك والاتنين بيثقوا فيك وبيحبوك، يا اما ما بين شركتين بروكر على نفس العميل. مم. فدايما طبعا. بس على فكره عايزه اقول لك حاجه، بعد وقت بنكتشف انه يعني الموضوع مش مستاهل يعني، مم. ونرجع تاني نتكلم ونتصافى ومفيش حاجه يعني. طيب النجاح ده النجاح في المجال ده م. شايفاه بيعتمد اكتر على العلاقات ولا الكفاءات؟ آه، العلاقات مهمة جدا وبتنجح ناس كتير، وفي ناس كتير قوي متربعة على الكرسي الكبير مم. بسبب العلاقات. بس الكفاءات بتظهر برضو. مم. يعني الكفاءات والناس الشاطرة والمجتهدة الناس بتشوفهم برضو. فانت شايفاهم الطريقين بيودوا عادي ان اه حد هو ينجح يعني. يعني الناس حلو. بتشوف لا ده مجتهد، ده بيعمل اللي عليه. طيب ايه اكتر موقف ويا ريت تحكيه لنا حسيتي فيه ان السوق هو فعلا سوق شرس وغير عادل؟ يعني اكتر وقت حسيت ان هو مش لازم تقول اسم سوق مطور، بس قلاب، لا ممكن لا تقولي هقول حاجة يعني، منطقة كنت اول شغالة كيس يعني. على الام يو 23 في العاصمة الإدارية، امم. وفتحت الداون تاون. امم. شفت اسعار غريبه وشفت بيمنتس اغرب في الوقت ده يعني. امم. يعني كنا احنا في الام يو بنقول وصلنا كنا بنقول 33 و34 الف، ده اداري ايوه ايام الزمن الجميل ايوه يعني. ايوه ايوه ذكريات. فجاه لقيت الداون تاون بتفتح، ولقيت ناس بتقول 9000 متر اداري امم. و11000 في المتر الاداري، ولقيت بيمنتس عجيبه فبدات احس انه ايه ده، يعني ايه ده، نفس المنطقه دي، نفس الديستنيشن ايوه. دي. يعني بدانا نشوف انه ايه ده اللي بيحصل ده. فطبعا كانت يعني انا بشوف انه الداون تاون نزلته بالشكل ده برضو اثر جدا على العاصمه الاداريه، امم. وما زال هو المنطقه اكتر منطقه مأثره على العاصمه الاداريه. يعني انت بصيت على العاصمه الاداريه، الحي المال، السي بي دي، اي منطقه تروح هتلاقي انشاءات ومشاريع طالعه وناس بتتحرك حواليك، وهتلاقي الداون تاون لا لسه. امم. خدها خطوة لورا كده. اه. ده حقيقي. طيب ايه اسوأ قرار اداري شفتيه في شركة؟ يعني حتى مش لازم تبقى انت اللي كنتي قائمة عليه، مم. لكن شفتيه حاصل في شركة بدون ذكر اسمها عشان محرج يعني من غير كده. ما اذكر اسامي، بس لا يعني بحكم ان انا اصلا اغلب شغلي بيبقى مع شركات، انا اول مشروع بينزلوه معايا امم. او بدايه المشاريع معايا. فشفت طبعا حاجات، يعني شفت مثلا مطور بعد ما باع بارقام كبيره جدا قال لك لا اللي باقي من المشروع ما يستحملش، مشوا الناس فجاه كده. شفت والله. امم. شفت ناس بعد ما باعت ولقت ان هي كانت متفقه على نسب كوميشن معينه، فلقت ان باعت بارقام كبيره، فبالتالي الكوميشنز رقم طب كبير. صح. قال لك لا انا ما اقدرش اطلع الرقم ده، يبدا بقى يضغط يقلل ده، يعمل ده، امم. يقول لك الغي ده كده يعني. امم. شفت حاجات كتير يعني. ان شاء الله ربنا يهديهم. ان اه. شاء الله. طيب شايفة ان عشان الفلوس او حجم المعاملات بتاعنا كبير، في ناس ممكن تكون في الفيلد بتغير مبادئها عشان بس الفلوس؟ لا ده اساسي اصلا. يعني. مم. يعني مم. هو من ضمن المشاكل اللي باخد بالي منها في المجال بتاعنا، ان الفلوس هي هي المبادئ مم. يعني، هي دي اللي بتحركنا اساسا. طبعا دي هي حاجه سيئه جدا. طبعا. لازم يبقى عندك اثكس، لازم يبقى عندك مبادئ، الفلوس هتيجي. يعني انت لو عندك مبادئ واثكس ماشي مش هقول لك بالعدل عشان احنا ما نعرفش العدل الحقيقي فين، بس على الاقل على قد ما قرارك تقدر. واحد في نص في كل حاجه. مم. يعني ما بيتغيرش على حسب هتاخد الفلوس ازاي، قرارك واحد، فلوس هتيجي. صح. يعني دي حاجه مفروغ منها يعني. طيب لو احنا من مكانك هنا عاوزين نقول رسالة لاصحاب شركات التطوير، هتقول لهم ايه؟ لشركات التطوير اقول لهم انه يعني الفتره دي ان القطاع العقاري يقوم، انتوا
يعني الدور الكبير قوي عليكم انتوا. 90% من القطاع العقاري يرجع للسيكونس بتاعه والمبيعات واللي كان بيعملها مبنية على المطورين العقاريين، لان هم اللي في ايديهم يبنوا ثقة العميل، هم اللي في ايديهم يطلعوا منتج كويس، هم اللي في ايديهم يشغلوا المنتج اللي هم طلعوه، هم اللي في ايديهم يحطوا سعر وتسعير منطقي يقدر يتعامل مع العميل، يحطوا بيمنت لا تخسره فما يقدرش يكمل ولا تخلي العميل مضغوط فما يقدرش يشتري. فالمطور العقاري هو دلوقتي الرول موديل اللي هيحرك السوق كله وراه. طيب المبيعات او رجاله المبيعات تحب تقول لهم ايه؟ بالنسبه للشغالين في قطاع المبيعات او السيلز يعني نصيحة، يعني خلاص فكرة ان انت تبيع بالاساليب بتاعتك الطبيعية، او ان انت مثلا قديم في الشغلانة، او ان انت عندك كاريزما، او ان انت عندك اسلوب بيخليك تبيع، مش ده اللي هيساعدك دلوقتي. لازم تبدأ تدخل في مرحلة انك تدرس وتذاكر وتتعلم وتاخد كورسز وتفهم طرق البيع والتكنيكس بتاعت البيع، لان هي كتيرة جدا، عشان هو ده اللي يخليك تقدر تكمل في السوق اللي احنا فيه. لانه دلوقتي بقى في عميل مذاكر اناليتيكال جدا، لازم انت تكون عارف تدخل عليه ازاي. بقى في عميل اكسبرسيف يحسسك انه جايب الشيكات والعقد وفي الاخر طموحك بينزل على صخره، فلازم تعرف تتعامل معاه ازاي. في عميل عاطفي لازم تعرف فلازم تذاكر ولازم تبقى فاهم ان طريقتك اللي انت شايف ان انت شاطر من زمان فهتمشي معاك، مش هي دي النقطه. الحاجه التانية اللي حابه اقولها له، مش التارجت والمبيعات هم اللي يخلوك تبقى تاخد تايتل او تبقى اكبر واحد في الشركه او احسن واحد في الشركه. المبيعات دي شطاره منك في البيع، ده مش معناه انك تبقى مدير او مدير او صح. يعني دلوقتي كل اللي بيقفل تارجت كوارتر عايز يترقى. ايوه. فالمبيعات مش هي العامل الاساسي، لان ممكن تبقى انت بياع شاطر بس مش مدير شاطر. صح. ففي حاجات تانية بتبني عليها. يعني انا لما بختار مدير او ان حد يترقى من ضمن العوامل اللي بص عليها من ضمنها المبيعات، بس هي مش عامل اساسي خالص. صحيح. فلازم يعني تبدا تشتغل اهم من اديوكيشن، اهم من فلازم إن هو تشتغل يبقى ود على المنافسين كل أهم. السكيلز بتاعتك. صح. مش بقى بياع جامد فمش هبصم. ايوه. انتوا هتخصموا لي ولا ايه؟ انا عامل التارجت اللي عليا. لا، انت المفروض اصلا تشتغل على باقي السكيلز عشان تاخد الكارير باثوي بتاعك. صح. طيب لو احنا هنقول ادفايس للماركتيرز اللي شغالين في القطاع، خدوا دورك الحقيقي. يعني لازم بقى، يعني دي برضو عامل هيحرك السوق العقاري بشكل قوي قوي. خدوا دورك الحقيقي في ان انتوا تبقوا بداية المشروع، مش تستلم من السيلز وتبدأ تنفذ رغباته وطلباته اللي هي في الاخر. خد بالك احنا في السيلز بطبيعتنا يعني بنبص على الريكوستات اللي معانا. صح. يعني انا ممكن اقول لك انا عايز السعر كذا او البيمنت كذا عشان انا معايا الريكوست ده، مش عشان ده صح. ايوه. فلازم انت الماركتير، انت اللي تاخد الدور الاساسي، انت صح. اللي تجي لي بالبيمنت صح والسعر الصح والماركتنج مسج صح، وانا دوري ان انقل اللي انت قلته كبياع صح. او جدا. كسيلز. فخدوا بقى الدور الحقيقي عشان لازم السوق ده يظهر بشكل قوي يعني. صحيح. شكرا ليكي. شكرا. مبسوطين ان احنا مع بعض في الحلقه دي. مفيش حاجه عن المرأة؟ مش تقولي ايه للمرأة مثلا؟ مفيش مرأة في الموضوع؟ اوكي، رسالة للمرأة. لسه اليوم العالمي بتاعها معدي. والله لازم يعني. والله بص، انا بشوف انه دورنا مهم. اغلب البياعين الشاطرين بنات، وعلى فكرة ده مش مدح، بجد ده بجد. ايوه. عشان ده أوبين. عشان احنا شاطرين وبنركز في التفاصيل، ما بنملش بسرعة. بشوف ان المرأة محتاجة دور اكبر في القطاع العقاري، محتاجة تاخد نور اكتر عليها. احنا نقدر نعمل ده، وبنصح كل واحدة ان هي تعمل ده. وعلى فكرة عايزة اقولك حاجة، القطاع ده صعب جدا، وانا لو مش حواليا ناس بتساعدني ما كنتش هوصل لحاجة. صح. لان هو بيحتاج تفرغ. يعني انا عايشة في الشركة. أيوة. يعني انا اولادي نفسهم بيساعدوني. انا اولادي بيجوا يذاكروا معايا في الشركة، والله بيجيبوا من الشركة نحل الهوم ورك في الشركة ويروحوا يتعشوا ويناموا. صح. بيخلصوا تمارين ويجوا عليا، فهم نفسهم بيساعدوني ان انا انجح. فقطاع صعب، بس احنا دورنا ممكن يبقى اكبر من كده بكتير. صحيح. شكرا ليكي. عفوا.